فيلم رسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد يروي قصة مليكة وانتقالها من أميرة عند الروم إلى زوجة للإمام العسكري. أميرة الروم هو عنوان الفيلم الكرتوني هذا، وتدور أحداثه في القرن التاسع الميلادي. بعد 2.5 سنين من العمل وبإنتاج لبناني إيراني مشترك، أبصر الفيلم النور ويصفه المنتجون بأنه أضخم الأعمال العربية والإسلامية. القصة تحكي عن مليكة ابنة يشوع ابن القيصر، وتحكي عن ولادة الموعود الذي سينشر العدالة في العالم، أي الإمام المهدي بحسب الفيلم. ويا بلادنا وجعل زماننا أسود مظلما لا عدل فيه. تبدأ الرواية حين كانت الاستعدادات جارية لزواج مليكة من قائد جيش الروم كرايتوس، وكيف حالت التقديرات الإلهية دون إتمام العرس بعدما ضرب زلزال القصر. ثم هناك الفراشة التي تحمل إلى مليكة بشارة مفادها أنها ستلد المخلص. أميرة الروم هو فيلم رائد في عالم الأنيميشن ثلاثي الأبعاد، يعد أضخم عمل عربي وإسلامي يتناول يستهدف الأطفال والناشئة، يتناول موضوع تاريخي محقق، ونحاول من خلاله إيصال الأهداف الثقافية والتربوية اللائقة بالنسبة للأطفال. اسمي هو مليكة، وفي النهاية سوف أذهب للقاء مولاي. ثم يسرد الفيلم كيف انتقلت مليكة الأميرة إلى سوق النخاسة لتباع في بغداد في زمن الدولة العباسية، ووصولها إلى دار الإمام علي الهادي بعدما اشتراها رسول للإمام الهادي الذي كان محاصرا في منزله في سامراء بأمر من السلطة العباسية، وهناك يصير اسمها نرجس. فيلم قيم إن كان من ناحية الموضوع ويحمل رسالة حضارية، رسالة إنسانية كيفية التعايش بين الأديان، وإن كان من ناحية التقنية بالفعل معمول بتقنيات عالية جدا. بتأمل إنه هالرسالة اللي عم بيحملها تاخد مداها بين الأطفال اللي هو مخصص أكثر لهم. يعني سيدتي، ما اسمك؟ هلا أخبرتني. اسمي هو مليكة. الفيلم يعرض لشخصيات مختلفة، منها كرايتوس قائد الجيش، وهيرود وهو شخصية متآمرة مع قائد الجيش للسيطرة على الحكم، إضافة إلى بشر بن سليمان رسول الإمام الهادي، والسيدة حكيمة عمة الإمام العسكري. وتجري أحداث الفيلم في 75 دقيقة، وتم الإعلان عنه في قاعة رسالات التابعة للمركز الثقافي لبلدية الغبيري برعاية وزير الثقافة ريمون ريجي، الذي سلم الدروع إلى الجهات المنتجة.